في إحدى مغامراته التي لا تنس، كلف هرقل بمهمة للحصول على حزام الملكة هيبوليت، ملكة نساء الأمازون. كانت هذه المهمة واحدة من أشهر المهام التي أوكلت له، والسبب في جاذبيتها يعود إلى الشهرة الواسعة التي كانت تتمتع بها النساء الأمازونيات، فهن معروفات بقوتهن وشجاعتهن. عندما وصل هرقل إلى أرض الأمازون، استقبل بحذر وشك، لكن هرقل بحكمته وجرأته المعهودة استطاع أن يلفت الانتباه ويتحدث إلى الملكة هيبوليت. أظهر لها أسبابه وشرح مدى أهمية الحزام بالنسبة للمهام التي كلف بها. في البداية كانت الملكة متحيرة، فكان الحزام رمزا للاستقلال والقوة والأمومة بين نساء الأمازون، ولكونها ملكة قوية وحكيمة لم ترغب في أن تظهر أي علامة ضعف أمام هرقل. إلا أن حوارهما شهد تطورا غير متوقع، إذ بدأت الملكة تشعر بالإعجاب بشخصية هرقل وشجاعته الصادقة. أدركت أنه لا يريد الحزام لمصالح شخصية، بل إنه كان يسعى لأداء واجبه وإتمام مهمه بنجاح. في لحظة من لحظات الثقة والاحترام المتبادل، وافقت هيبوليت على منح هرقل الحزام. لكن الأمور لم تسر بسلاسة كما كان متوقعا، حيث تدخلت بعض الأمازونيات اللواتي لم يكن على علم بالاتفاق المبرم بين الملكة هرقل. اندلعت معركة عنيفة بين جانبي هرقل والنساء الأمازونيات، إلا أن هيبوليت بلطفها وحكمتها استطاعت أن تهدأ الموقف وتعيد الأمور إلى نصابها. انتهت المهمة بنجاح، حيث تمكن هرقل من الحصول على الحزام وعاد به إلى موكله، ولكنه حمل معه تجربة ثرية بالدروس عن القوة والشجاعة والنزاهة والعلاقات الإنسانية مع نساء لم يكن ليلتقي بهن في ظروف أخرى.